اتكلمنا على مباراة طوبة زيمبابوي زمان. طب ما تيجوا نتكلم على المباراة دي تاني، بس من ناحية زيمبابوي. هي زيمبابوي شافت مباراة الطوبة ازاي؟ بعد تأهل مصر لكأس العالم 90 وأدائها 3 مباريات قوية ضد فرق تقيلة أوروبيا، ورغم الخروج من المونديال مبكرا إلا أن طموح المصريين في التأهل لتاني مرة زاد، خصوصا مع زيادة عدد الفرق الأفريقية في المونديال من 2 ل 3 بعد إنجاز الكاميرون سنة 90 ووصولها لدور الثمانية. غير اللعيبة طبعا اللي عرفت قيمة اللعب في كأس العالم، واللي خلى فرق أوروبية زي باوك اليوناني أو نيوشاتل السويسري تضم لعيبة مصرية زي حسام وإبراهيم حسن أو هاني رمزي، غير الحارس أحمد شوبير اللي كان يحترف في الدوري الإنجليزي في إيفرتون لولا مشكلته في استخراج تصريح العمل. قرعة تصفيات كأس العالم وقعت مصر في مجموعة تبدو سهلة مع زيمبابوي وأنجولا وتوجو. زيمبابوي وأنجولا عمرهم ما تأهلوا حتى لكأس أفريقيا. توجو تأهلت مرتين في 72 و 84 بس ما كانش ليها أي شكل في أفريقيا. بس سنة 92 لما ابتدت التصفيات، منتخب زيمبابوي كان بيضم لعيبة زي بيتر نودلوفو مهاجم كوفنتري سيتي الإنجليزي وهو لسه 19 سنة، وأخوه الأكبر آدم نودلوفو، والمهاجم إيجن ساوا، والحارس العملاق بروس جروبلر اللي كان عنده وقتها 35 سنة وكان ممنوع من اللعب مع منتخب زيمبابوي من بعد 1985 عشان كان في قرار من حكومة زيمبابوي وقتها ان اللي معاه جواز سفر انجليزي ما ينفعش ياخد جواز سفر زيمبابوي. وبالتالي جروبلر اول ما اخد الجواز الانجليزي ما قدرش يمثل زيمبابوي لحد سنة 92 لما القرار ده اتلغى، وكان دي اخر فرصة لجروبلر اللي كان لعب في ليفربول 12 سنة كحارس اساسي اخد فين كل الالقاب المتاحة. كان نفسه انه يقدر يلعب في كاس العالم قبل ما يعتزل. برنيل ماكوب مساعد مدرب زيمبابوي بيقول ان القرار السياسي باستثناء جروبلر كان قرار ذكي جدا، لان زيمبابوي كان عندها ماتش مع جنوب افريقيا في افتتاح تصفيات كاس افريقيا 94، وجنوب افريقيا دي جارة زيمبابوي في حساسية بين الجمهورين، فلما يبقى اول ماتش رسمي لجنوب افريقيا بعد عودتها مرة تانية للعب الدولي في زيمبابوي فده ماتش مهم جدا للجمهور. ومشاركة جروبلر والفوز بالمباراة هتكون مكسب سياسي لروبرت موجابي رئيس زيمبابوي وقتها، وفعلا كسبت زيمبابوي المباراة 4-1. كان بيدرب منتخب زيمبابوي وقتها المدرب الألماني رينارد فابيتش، المدرب اللي وصل منتخب كينيا لنهائي دورة الألعاب الأفريقية في نيروبي 87، وبدأ يمسك منتخب زيمبابوي سنة 91، وهو اللي قاد فريق زيمبابوي الأولمبي في دورة الألعاب الأفريقية 91 في مصر. وقتها فريق زيمبابوي كسب فريق مصر 3-2 في الإسماعيلية، ولكن بعدها خسر من تونس في الدور قبل النهائي وحصل على المركز الرابع. بعدها هيبدأ فابيتش في تكوين الفريق اللي اتسمى بعد كده الدريم تيم أو فريق الأحلام الزيمبابوي بقيادة الحارس جروبلر. الفريق الزيمبابوي وعلى غير العادة فضل ماشي في تصفيات كأس العالم 94 وكأس 94 في تونس في نفس الوقت وبلا أي هزيمة. في تصفيات كأس العالم قدر الفريق يكسب مصر 2-1 في هراري، وتعادل مع أنجولا في لواندا 1-1، ويكسب توجو في توجو، ودي نتائج كلها غير معتادة مع تألق كل نجوم الفريق عشان تتبقى لهم مباراة واحدة بس مع فريق مصر في استاد القاهرة يوم 28 فبراير 93. الفائز هيتأهل للدور الثاني والتعادل يصعد بزيمبابوي اللي متقدمة في النقط. اتجمعنا كلنا كمصريين في استاد القاهرة بشكل ما بيتكررش كتير، خصوصا الماتش ده كان في رمضان، ده في ناس كتير فطرت في الاستاد واعداد كبيرة جدا من الجمهور راحت تحضر المباراة المصيرية دي. بداية المباراة كانت عكس طموحات الجمهور، في هجمة من ناحية اليمين بيتر نودلوفو يلعبها بالعرض لإيجن ساوا الغير مراقب اللي يحطها في الجول، بعدها كورة يرجعها أشرف قاسم لشوبير اللي باصيها غلط لبيتر نودلوفو اللي مقدرش يراوغ شوبير، بس كان واضح ان الأعصاب متوترة جدا. في الدقيقة 24 كورة ناحية اليمين لمنتخب مصر، حامل الرايح حسبها ضربة مرمى بدل ضربة ركنية، فبدأ الجمهور يرمي طوب على حامل الرايح اللي اشتكى للحكم الجابوني فيدل ديرامبا
فالحكم وقف الماتش، وكان واضح انه هيغادر الملعب، لكن الدنيا هديت وكمل حكم المباراة بعد 3 دقايق توقف. بعدها حسب الحكم ديرامبا ضربة جزاء لمصر سجلها أشرف قاسم، وبعدين سجل حسام حسن هدف الفوز قبل نهاية الشوط الأول عشان تنتهي المباراة 2-1 لمصر وتصعد مصر المرحلة الثانية، واحتفل الفريق المصري بالفوز وكله كان تمام. لكن بعد 12 يوم اجتمع 9 أفراد من اللجنة المنظمة لكأس العالم على هامش بطولة العالم الشباب 93 في استراليا، وأصدروا قرار بإعادة المباراة تاني بعد 45 يوم من إقامتها في مدينة ليون في فرنسا، عشان مباراة القاهرة اتلعبت في ظروف غير طبيعية. اللي حصل ان تقرير مراقب المباراة شمل على احداث شغب كتير حصلت في المباراة دي، منها ان هنري ماكوب باك شمال زيمبابوي رقم 7 كان اترمى طوبة اثناء الاحماء. الطوبة دي اصابته في انفه، والاصابة دي تطلبت تدخل الطبيب لعلاجه، وان الاصابة دي يحتمل انها تكون اثرت على اللاعب وعلى مستواه في المباراة. وبالمناسبة ماكوب هو اللاعب اللي تسبب في ضربة الجزاء اللي جه منها هدف تعادل مصر. التقرير ذكر كمان ان الحكم ديرامبا اضطر لوقف المباراة في الدقيقة 27 ولمدة 3 دقايق بعد ان تم امطار حامل الراية بوابل من الحجارة. وذكر التقرير برضو ان مدرب فريق زيمبابوي رينارد فابيتش اصيب في راسه في الدقيقة 36، وده اللي اضطره للخضوع للعلاج، ومن ثم أثر على أدائه في إدارة المباراة بعدما تم قصفه بالحجارة أثناء وقوفه على بعد أمتار من دكة البدلاء، وإن الحارس بروس جروبلر كان اتقذف بالحجارة في الشوط الثاني، واضطر جروبلر لإجراء أشعة في المخ بعد عودته لإنجلترا. وعلى فكره المدرب كانت جات صوره عليه اللي كان رابط دماغه. الحقيقه رحت سالت في الموضوع ده بالذات، قالوا ان هو لما جه الجول الثاني فيه وقع اغمى عليه فدماغه اتخبطت واتفتحت، وبنتمنى له طبعا اشفاء. والحكم الجابوني فيدل ديرامبا قال نفس الكلام في تقريره. كل ده دفع الفيفا عشان يتخذ قرار اعاده المباراه، ودعم زيمبابوي ده كله بلقطات فيديو بتثبت ده كمان، وتمت اعاده المباراه فعلا، وانتهت المباراه بالتعادل السلبي وصعدت زيمبابوي للدور الثاني مكان مصر. الحقيقه انا عاده كنت شايف ان مصر اتظلمت، خصوصا ان ايام المباراه دي ما كنتش كملت 10 سنين، والمباراه دي كانت بتعني ليا ذكريات وعواطف كتير من ايام الطفوله. بس حاليا بشوف انه كان من الظلم ان فرقة زيمبابوي يتم استقبالها برضه بالطول في استاد القاهرة، ونقول ان ده كده فير. الواضح ان جمهور مصر اعتدى فعلا على فرقة زيمبابوي، وكل اعتداء ده بيتكرر كتير في الملاعب الافريقية. اكيد ده مش مبرر ابدا اني اغلط واقول ما ده العادي. من ناحية تانية الموضوع وصل للفيفا مع أدلة واضحة فيها فيديو بيثبت الادعاء الزيمبابوي، مع الوضع في الاعتبار ان المسؤولين عن الكرة في الوقت ده كانوا في سبيلهم للقضاء على مشجعين الهوليجانز في الملاعب الأوروبية، فكان رد الفعل العنيف ده على مصر. زيمبابوي بدأت الدور الثاني بعد ماتش مصر بأسبوعين. هم لعبوا زامبيا في تصفيات كأس الأمم، وبعد 5 أيام لعبوا مصر في ليون، وبعد 9 أيام جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ. اتعادلوا 3 مباريات، فراحوا بعدها لعبوا غينيا في غينيا بعد أسبوع وهم خلصانين، فخسروا 0-3، ودي كانت أول هزيمة للفريق خلال أكتر من 2 سنين، وده إنجاز فريد جدا لم يتكرر لمنتخب زيمبابوي تاني. بعد شهرين كسبوا الكاميرون في هراري بجول في آخر 5 دقايق. بعدها خرج الفريق من تصفيات كأس أفريقيا لما تعادل مع زامبيا في هراري 1-1. زيمبابوي كانت متقدمة لحد ما كالوشا بواليا اتعادل لزامبيا آخر 10 دقايق عشان تتأهل زامبيا لبطولة أفريقيا بعد أسابيع من حادث الطيارة اللي اتكلمنا عليه في حلقة زامبيا. زيمبابوي كملت في المنافسة على تذكرة كأس العالم وكسبت غينيا، بس فوز الكاميرون على غينيا في غينيا خلاها لازم تكسب الكاميرون في ياوندي، وده طبعا كان صعب جدا، فخسروا 1-3 وخرجوا من تصفيات كأس العالم زي ما خرجوا من تصفيات أفريقيا في آخر مباراة، وانهار حلم التأهل للبطولتين. فابيتش بعد ماتش ليون أبدى غضبه من عدم مساندة اتحاد الكورة في زيمبابوي للفريق. الاتحاد الزيمبابوي رد على ده بأن فابيتش كان بيتفاوض مع اتحاد الكورة على 40% من إيراد مباراة المنتخب بعد مباراة ليون، ومن حقوق البث ياخدها أعضاء الفريق،
غير مستندات بتؤكد طلب فابيتش ل 75% من المكافآت اللي الفيفا هيدفعها لزيمبابوي لو اتأهلوا للمونديال. وطبعا رفض الطلبات دي كانت بداية لنهاية فريق الأحلام بتاع زيمبابوي.